كريم تلميذ في الثانوي هذا العام عنده أولى الباك. كريم شاب مقصر في الدراسة تاعو، عاطيها اللعب والدوران ومتيراجعش الدروس ومتيوجدش مزيان الامتحانات. بقى على هذا الحال حتى دوز كاع الامتحانات وخرجت ليه نقطة الجهوي اللي كانت 12/20. هنا كريم حس بناقوس الخطر وقال مع راسو خاصني نجمع راسي ونجتهد في العام الماجي باش نعوض نقطة هذا العام ونجيب أحسن نقطة في البكالوريا باش نتمكن من الدخول للمدارس العليا. داكشي اللي كان كريم ولا تلميذ منضبط تيراجع الدروس وتيخصص وقت كل يوم للمراجعة. وفي الفترة المراجعة قبل الامتحان الوطني كريم كان تيراجع يوميا من 6 الصباح 12 تاع الليل. وداز امتحان الوطني، خرجت النتائج النهائية تاع الباك، وهنا كانت المفاجأة. كريم جاب نقطة ضعيفة وهي 10/20 رغم المجهود اللي قام به. كيفاش وعلاش وشنو الأخطاء اللي دار كريم وشنو المفترض كريم كان خاصو يدير باش يحصل على نقطة ممتازة باش يتمكن من الالتحاق بالمدارس العليا. في هذا الفيديو غادي نعطيك بعض النصائح اللي تخلي عندك الرغبة في المراجعة، وكيفاش يمكن لك انت كمشاهد تستافد من هذا الدرس وما يوقعش لك حال كريم. في آخر الفيديو غادي نتكلموا على تقنية اللي غادي تساعدك على الحفظ وعدم نسيان الدروس. ما تنساش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاهدة الفيديو للأخير، فرجة ممتعة. قبل ما نذكر لك 3 تقنيات اللي غادي تساعدك على الحصول على نقطة جيدة في آخر السنة، خليني أولا نعطيك 3 نصائح مهمة اللي غادي تمكنك من الاستعداد نفسيا وتولي عندك القدرة والرغبة على المراجعة وتحسن من التركيز تاعك. النصيحة الأولى، خصص مكان محدد للدراسة فقط. هذه ماشي مجرد نصيحة دايزة، غادي نشرح لك كيفاش. الطابلة اللي تراجع عليها كريم هي نفس الطابلة اللي كان تتفرج حداها في التلفازة، ونفس الطابلة اللي تياكل عليها هو والعائلة، ونفس الطابلة اللي تنعس حداها إلا بغى ياخذ القيلولة. حباس عرفتك ما فهمتي والو، انا غنشرح لك كثر. على الاقل يا صديقي مبني على واحد الحاجه سميتها الترابط. ملي تتشوف التلفازه تتفكر بلا شعور المسلسل تاعك المفضل، وملي تتشوف المدرسه تتفكر عشرانك تاع الدراسه، وهكذا تتم الامور داخل عقولنا. ملي تيشوف عقل كريم الطابله ما تعرفش واش يربط هاد الطابله بالماكله ولا النعاس ولا التفراج ولا الدراسه. داكشي علاش ما تعطيش التركيز ديالو كامل واخا يا كريم ما يحاول مع راسو. خلي واحد البلاصه مخصصه للمراجعه فقط، الا كان شي بيرو افضل، الا ما كانش شي بلاصه في الارض وخليها خصيصا للدراسه. لا بغيتي دير شي حاجه اخرى مثل اللعب والاكل نوض من تما وديرها. ماشي المهم حتى يكون عندك بيرو زوين ولا بيتك تاعك بوحدك، المهم هو دير شي كوان تخصو المراجعه فقط وتقرا على راسك. دابا ندوزو النصيحه الثانيه، بدا مباشره بلا ما تفكر بزاف. نهضر لكم على راسي انا مع الصباح، فاش يلاه تنحل عينيا ومازال باقي في فراشي، تنقول مع راسي يا ربي تابعني 8 سوايع تاع الخدمه، ومن بعد خاصني نشد ترونسبور ونرجع للدار، وخاصني ولا بد نقاد شي فيديو للمتابعين، وعندي هادي تلقى راسي وليت مكتئب في الساعات الاولى من الصباح، وتلقى راسي شديت التليفون وتنهرب من الواقع وخايف لا نبدا الخدمه اللي تابعاني. تنعتقد انك حتى انت وقعت لك وتتفكر في قوة الدروس والمواد كثيره اللي خاصك تراجعها وانت تراجع والو. وهذا الشيء تيخليني نقول لك نصيحه جيده ودخلها مزيان في عقلك، ما تفكرش بزاف، خدم مباشره. تابعينك بزاف دروس، تراجعها وتمارين تخرجها، بدا الخدمه بلا ما تفكرك بزاف. نجيو دابا لاهم نصيحه واحسنها في هذا الفيديو. ديما فاش تبدا المراجعه او تبدا تكونسونطر على شي درس تجيك شي نوتيفيكاسيون ولا ابيل من عند صاحبك ولا ميساج في الواتساب تيقاطعك. النصيحه هنا نقص من المشتتات. غادي تقول لي لا هذه انقطاع صغير ما ياثرش على المراجعه، غادي نجاوب ونرجع نكمل. غادي نقول لك لا انت مخطئ. باش تفهم النصيحه اكثر غادي نشرح لك كيفاش يخدم العقل. داخل دماغك كاين خلايا العصبيه، هذه وحده وهذه اخرى، فين تتخزن المعلومه اللي تحفظها في نظرك. هنا بالضبط في الفراغ بين خليتين. هادشي مفهوم وبسيط. خليني نمثل لك المعلومه على شكل ورقه مكمشه، عقلك تبغي يخزنها بشكل جيد. اش تيدير؟ تيقوم انطلاقا من راسو بسليح الورقه مره ورا مره ورا مره، هكذا حتى 60 مره، حتى لهنا كلشي مزيان. نفترض عقلك مازال تصلح في الورقه باش يخزنها، جات شي حاجه اللي غادي تشتت الانتباه، تليفون تيصوني مثلا. عقلك في هذه الحاله غادي يخلي كل شيء والمعلومه غادي تمشي وترجع لمرحله الصفر، وغادي يحتاج عقلك يعاود عمليه التخزين من اول وجديد. واش عرفتي دابا مقدار السوء اللي تيسبب لك تشتيت الهاتف؟ هاد
توضيح اللي شرحناه مذكور في كتاب برين اكسبليند. فالنصيحه اللي غادي ننصحك بها بعد الهاتف قدر المستطاع طفيه وحطه تحت السداري ولا حطه في شي قنت، المهم يكون بعيد عليك الوقيته اللي تكون تتراجع فيها. اتفقنا؟ نلخصوا هاد 3 النصائح على الشكل التالي. من وراء هاد الفيديو ملي تبغي تراجع في التليفون وحطه في بيت اخر، دير واحد البلاصه خاصه للمراجعه فقط، طاوله الارض بيرو اللي كان، ما تفكرش بزاف، بدا المراجعه مباشره ودابا. من بعد ما طبقتي هاد النصائح وخلقتي جو ملائم للدراسه، اجي نعطيك 3 تقنيات اللي غادي تساعدك على الحفظ وعدم النسيان الدروس، وتمكنك من تحصيل على نقطه جيده في البكالوريا، وتمكنك من الدخول لاحسن المدارس اللي تتمناها. في هذه الفقره من الفيديو غادي نشرح لك الخطوات الصحيحه المفترض على التلميذ اتباعها من خلال 3 تقنيات. الى طبقها في مراجعه الدروس كن اكيد انه غادي يحصل على نقطه ممتازه اخر السنه. نبداو باول تقنيه وهي برومودورو تكنيك، تقنيه الطماطم. خليني نشرح لك هذه التقنيه على شكل المخطط البياني احسن. هذا السهم يمثل درجه التركيز، وهذا السهم يمثل عدد الساعات تاع الدراسه. كمال جلس يراجع وهو مصمم ما ينوض حتى يسالي الساعات اللي كان ناوي يراجع فيهم. هادشي مزيان ومطلوب، لكن للاسف العقل البشري مبرمج على انه ما يستمرش في التركيز على اكثر من نصف ساعه. انا وانت والكل عندهم هذه القضيه، وهادشي مثبت بالدراسات العلميه. اكيد تلاحظوا ملي تكونوا تراجعوا غير تتفوت نصف ساعه تتبدا تجيكم افكار، تنوضوا تفرجوا في شي فيلم ولا تلعبوا شي لعبه ولا تخرجوا تلعبوا كره، وكاع الامور تاع التسليه تطيح في بالكم. واش هادشي ماشي بصح؟ كمال بقى جالس يراجع من 8 الصباح حتى 12 تاع الليل، وقال مع راسو انا درت اللي عليا ومشى نعس. هو في الحقيقه ما استفد والو، غير ضرب تماره على الخاوي. ولكن الا خدينا فاصله 5 دقائق بعد كل نصف ساعه غادي نبقاو نسترجعوا التركيز تاعنا من جديد كل مره. وهذه باختصار هي تقنيه برومودورو، واللي توصل لها العالم الايطالي فرانسيسكو سيريلو. باش نحافظوا على التركيز تاعنا تنحتاجوا كل نصف ساعه ناخذ 5 دقائق استراحه باش الدماغ يتحول من وضعيه العمل الى وضعيه الاسترخاء. يمكن لك في هاد 5 دقائق تمشي تشرب كاس اتاي ولا تتصل بصديق ولا حتى تجلس مع العائله، المهم تبدل جو المراجعه. التقنيه الثانيه التكرار المتباعد سبيس ريبيتيشن. كريم في عطله يوم السبت وجلس يراجع. شحال تتوقع كريم من ساعه غادي يراجع فيها، وشحال تاع المعلومات اللي غادي يبقى عاقل عليهم؟ مشكله النسيان ما تتعانيش منها غير انت، كلشي تعاني منها. هادشي اللي غادي نوضحه من خلال المخطط النسيان اللي خلاه العالم الالماني هيرمان إبنهاوس. هذا الخط يمثل لنا نسبة التذكر، وهذا الخط يمثل لنا الوقت اللي داز. كمال على حساب اللي مخطط ليه غادي يراجع نهار السبت باش من ورا 6 ايام غادي يدوز امتحان، غادي يبقى عاقل على 20% من داكشي اللي راجع. جيد، شنو هو الحل باش نبقى عاقل وانا تابعين الامتحانات؟ الا عاودتي راجعتي من بعد نهار غادي تطلع نسبة التذكر للدرس اللي راجعتي اكثر، ولا عاودتي راجعتي بعد 3 ايام المعلومه غادي تبقى مرسخه في دماغك لاشهر. هذه هي الفكره تاع هذه التقنيه. كيفاش تستعمل هذه التقنيه في دراستك غادي نذكرها في اخر الفيديو، نوريك كيفاش تخدم بها بالضبط. التقنيه الثالثه الأخيرة المفهوم والمعلومة Concept and Information. قلنا في التقنية اللي قبل خاصنا نعاود المعلومة بعد يوم وبعد 3 أيام و5 أيام، ولكن ما غاديش نقدروا نعاودوا داكشي كله اللي قريناه. خاصنا 48 ساعة نعيشوها في النهار باش نعاودوا داكشي كامل. هنا فين جا دور هاد التقنية. المفهوم المعلومة اللي تتساعدك على فهم الموضوع ليست للحفظ. المعلومة الأشياء الأساسية اللي خاصك تحفظها. خليني نعطيك مثال كيفاش تطبق هادشي كامل. ملي تقرا الدرس في القسم جي في العشية وعاود قراه، ولا احتاجيتي شي مخططات ولا شروحات تيليشارجيهم من الانترنت وخرجهم ولصقهم مع الدرس، ولون العناوين الرئيسية بلون أحمر، العناوين الثانوية بلون برتقالي، المصطلحات بلون أخضر، والشروحات المهمة بلون أصفر، ولخص الدرس على شكل مخططات. في نهاية الأسبوع يوم السبت والأحد نراجع داكشي اللي قريتو السيمانة اللي فاتت. قبل من الامتحان بأسبوع نرجع نقرا المادة تاع الامتحان، ولكن نعاود نراجع الحوايج اللي ملونة، وقبل الامتحان بنهار نعاود نقراهم، وصباح الامتحان قبل ما ندخل الامتحان ندير مراجعة سريعة للمخططات اللي درتهم في البداية. صحيح الطريقة تتبغي وقت ومجهود، لكن اللي تبغي يجيب نقطة عالية خاصو يجتهد ويخدم على الهدف تاعو. شرحت لك في هذا الفيديو النصائح والتقنيات اللي تخليك تقرا بذكاء وتخلق جو مثالي للمراجعة وتجيب احسن النقاط. تنشكركم على مشاهدة هذا الفيديو للأخير، وشارك الفيديو مع الشخص اللي تتمنى يجيب نقطة عالية في البكالوريا.